انتوا عارفين يعني ايه عنخ؟ عنخ كلمة مصرية قديمة لما تم ترجمتها بقت مفتاح الحياة، رمز من رموز الحضارة المصرية القديمة. بس الموضوع ما كانش مجرد شكل المفتاح وتصميمه اللي وصل لنا في زماننا دلوقتي وبقينا نعمل منه أشكال وميداليات وخلاص. لا الموضوع أكبر من كده بكتير. وزي ما كان في مفتاح للحياة، في سر بيخلي المفتاح ده يكون له قيمة كبيرة ويقوم بدوره فعلا. السر ده في بردية قيمتها لا تقدر بثمن، وهي بردية عنخ أو بردية الحياة. البردية دي يا يحيى فيها واحدة من الوصفات اللي ما تسجلتش في أي بردية قبلها ولا بعدها، وصفة توصل ليها المصريين القدماء، بتساعد على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة وبتدي كبار السن أمل في حياة طويلة. تخيل بقى يا يحيى لو قدرنا نوصل للبردية اللي فيها سر إكسير الحياة، هنقدم خدمة قد إيه للبشرية دلوقتي. ياه، ده كنز عظيم فعلا. البردية دي عرفتها ازاي لو محدش وصل لها لحد دلوقتي؟ ما أنا قلت لك إن في اللي يخص مصر القديمة مش أي حد، وإني بدور بطريقة مختلفة عن باقي الناس. وبعدين يا أخي إحنا بنحط احتمالات، وصلنا لها كسبنا اكتشاف عظيم، ما قدرناش نوصل لها ما خسرناش حاجة يعني. لو قدرنا نوصل لبردية الحياة ونقدمها للمتحف المصري الكبير هتبقى نقلة تاريخية ما حصلتش قبل كده. المتحف؟ أيوة صح، لازم فعلا نوصل لها ونهديها للمتحف. المهم دلوقتي نوصل لها. بس أنا كنت خدت قرار إني مرجعش تاني. يا يحيى، قرارك ده لما كانت مجرد مغامرات بتسمع فيها معلومات جديدة وتشوف حاجات أول مرة تشوفها وخلاص، لكن المرة دي انت بتقدم فعلا خدمة للعالم كله. تخيل اسمك كده وهو مكتوب في أكبر المجلات وبيتقال في أهم البرامج: الطفل المصري الذي ساهم في اكتشاف بردية الحياة. واو! الإنسان الذكي هو اللي بيغير رأيه لما يلاقي سبب قوي لده يا يحيى. أنا هساعدك يا دكتور عجيب، مش عشان أنا عاوز الناس تتكلم عليا، لكن أنا اتعلمت من بابا وماما إن اللي في إيده شيء يقدر بيه يخلي حياة اللي حواليه أحسن لازم يقدمه. وأنا ممكن كلمة السر اللي معايا تخليني أقدم للعالم كله كنز يغير التاريخ. بس الفكرة إحنا هنلاقيها فين؟ العالم ده كبير جدا ومستحيل يعني هندور في كل العصور. بعد البحث والدراسات الطويلة البردية دي هنلاقيها في مكان من التلاتة دول. الأول هو السرداب اللي فيه توابيت السرابيوم في منطقة سقارة، مكانة الدور أبيس عند المصريين القدماء، ومعجزة بناء السرابيوم اللي محدش توصل ليها لحد دلوقتي يخليهم يشيلوا بردية نادرة زي دي هناك. المكان التاني هو مقبرة توت عنخ آمون. الملك توت تولى بعد والده أخناتون، ودي فترة كان ليها صراعات وأسرار واتغيرت فيها مفاهيم كتيرة قوي عند المصريين القدماء. ده غير إن مقبرة الملك توت من المقابر اللي ما تمش نهبها وسرقتها على مدار التاريخ، وده معناه إن في أي عصر لو قدرنا ندخل لها هنلاقيها كاملة بكنوزها وبردياتها وأسرارها، واحتمال نلاقي اللي بندور عليه. ورغم إنهم اكتشفوها كاملة إلا إنهم وارد يكونوا لاقوا البردية وما أعلنوش عنها. أما بقى المكان الثالث قبة الهوى. ايه قبة الهوى دي؟ أثر مصري قديم برضو؟ قبة الهوى أو مقابر النبلاء اللي في الضفة الغربية لنيل أسوان. النبلاء دول كانوا أهم ناس في القصر بعد الملك، وحلقة الوصل بين الملك والكهنة والشعب، وعندهم أسرار كتيرة عن العالم ده. هندور كويس وأكيد هنوصل لحاجة. وأنا عندي اللي هيساعدنا ندخل الأماكن دي ونحقق الهدف اللي رايحين عشانه. الله، دي هتبقى مغامرة تحفة وهنتبسط قوي. مغامرة ايه يا كنوز؟ دي تقدري تقولي عليها كده مهمة في العالم القديم، ولازم أكون فيها أنا والدكتور عجيب وبس عشان نكون أسرع ونلحق نرجع بالبردية. يحيى معاه حق يا كنوز. خلاص،
بس لما ترجعوا تحكوا لنا كل اللي حصل بالتفصيل. حاضر يا كنوز. دكتور عجيب، أنا هساعدك، بس أنت متأكد إن ده في مصلحة العالم؟ يحيى، أنا مستحيل أعمل حاجة إلا لما تكون في مصلحة بلدي والعالم كله.